اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل رز بسمتي وفراخ وسلطه دقوس. انا حطيت معلقه سمنه في الحله، وبعد كده نزلت بالفراخ، وبعدين هحط ملح فلفل بهارات روزماري. حابه تحطي اي بهارات هنا تعجبك براحتك. حبايه بصل، حبايه طماطم. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. زي ما حضراتكم شايفين انا بسيب الفراخ تسخن قوي معايا، وبعد كده بشوحها، وبعدين بعد ما بتاخد تشويحه وبتشمع معايا بروح نازله عليها بميه مغليه زي ما حضراتكم شايفين. هشيلها احطها على العين التانية وهدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. هنجهز الرز البسمتي مع بعض. انا حطيت معلقه سمنه كبيره، ده نص كيلو رز. انت طبعا هتعملي على حسب عدد افراد اسرتك او على حسب الكميه اللي تحبيها. هنزل بالرز وهبدا اقلب كويس واسيبه لما يخرفش في الحله، وبعد كده هنزل عليه بشويه ملح. دي بهارات كبسة انا شاريها من العطار سايبة زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله كانت جميلة جدا، وكان طعمها في الرز حلو قوي. هقلب، وبعد كده انا بزود شوربة، حابة تزودي مية زي ما تحب. ما شاء الله كان طعمه جميل جدا. كده انا هسيبه يغلي، وما يغلي هدي عليه النار ويتردد مع نفسه. وبعد كده هجهز سلطة دقوس. 3 فصوص توم، وبعد كده 3 حبات شطة حامية، حباها باردة خالص استكفي بالفلفل، وحبات فلفل مقطعاها، والطماطم 4 حبات طماطم مقطعاهم زي ما حضراتكم شايفين، غسلاهم ومقطعاهم. ما شاء الله كده الكبة بتفرم فرم خشن شوية، فهتبقى مناسبة لسلطة دقوس. ما شاء الله جميلة جدا. وبعد كده هنزل بشوية كمون، شوية ملح، عصرة ليمونة، معلقتين خل. ما شاء الله كانت جميلة جدا. وهنقلب كويس قوي. كده بقى الرز البسمتي جاهز والفراخ جاهزة معايا، هنقدمه مع بعض. ما شاء الله ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله.